مساء الخير يا حلوين. اليوم موضوعنا جدا مهم وكلنا نعاني من عده، هو المسامات المفتوحة اللي بالبشرة. بهاي الحلقة راح نتعلم 6 طرق طبيعية للتخلص من المسامات الواسعة وماسك مفيد للبشرة. ما أطول عليكم الشرح، خلينا نبدأ بالحلقة. شلون تتخلص من المسامات المفتوحة اللي بالبشرة؟ لازم نعرف شنو هي هاي المسامات. المسامات هي فتحات أو ثقوب صغيرة موجودة بالوجه. أكثر الناس يعانون من المسامات هم أصحاب البشرة الدهنية والمختلطة. ومن فوائد المسامات تخلي البشرة تتنفس. وظيفة هالمسامات تطلع الدهون والزيوت والسموم من جميع أنواع البشرة. ليش المسامات تكبر بمرور الوقت؟ السبب يا قلبي انت المكياج الكوبي او العادي يضر البشره، ولازم تختارين المكياج الاصلي، لان بمرور الوقت المكياج العادي يضر البشره ويخلي المسامات تكبر وتكبر وتكبر. السبب الثاني توسع المسامات هو بسبب اهمال البشره وعدم تنظيفها وتراكم الزيوت والرؤوس السوداء وما ننظفها بالطريقه الصح. هسه راح اعلمكم شلون تنظفون بشرتكم بالطريقه الصح اذا كنتوا تواجهون مشاكل بالمسامات الواسعه والرؤوس السوداء. اول شيء نستخدم غسول بشره يكون مائي مو دهني وخالي من الكحول والزيت. ليش؟ لان هاي المادتين تضر البشره اكثر مما تنفعها وراح تسبب توسع المسامات. وتستخدمين غسول البشره صباحا ومساء، واهم نقطه اخذي وقت طويل غسول البشره. ثاني شيء بعد تنظيف البشره تخلين على بشرتك مكعبات الثلج، بس اكو ملاحظه كلش مهمه، مو اول ما تطلعين مكعبات الثلج تخليها على بشرتك، ما يصير، لازم تنتظرين وقت شويه حتى الثلج لا يلزق على بشرتك. وتستخدمين الثلج على شكل مساج يخدم بشرتك، يشد البشره ويصغر المسامات. وتقدرين تستخدمي اي وقت عجبك، لان هذا الشيء راح يخفف الاحمرار وراح يستبقي البشره مشدوده. هسه اكيد تعرفون شنو احسن ماسك البشره والرؤوس السوداء. احسن ماسك البشره والرؤوس السوداء هو ماسك الطين، هي شكل بودر نخلطه بالمي، ومن نخلطه بالمي لازم يكون لا هو خفيف ولا هو لزج. وماسك الطين يخدم البشره الدهنيه والمختلطه، انا بشغلي ابد ما استغنى عنه، مره بالاسبوع او مرتين بالشهر. وماسك الطين يطبق على اماكن المسامات والدهون اللي بالبشره، يترك الى ان يجف وينغسل بمي الفاتر، ووراها تستخدمين مكعبات الثلج على بشرتك. ملاحظه كلش مهمه، بعد ما تشيلون الماسك من بشرتكم راح تلاحظون احمرار بالبشره، هذا الشيء عادي. ليش؟ لان الدوره الدمويه اللي بشرتكم بدات تتنشط. الشيء الرابع تقشير البشره، شيء كلش حلو وضروري للبشره، يعني ينظف المسامات ويزيد الجلد الميت والخلايا. ما عندك مقشر بالبيت، تقدرين تستخدمين مواد من داخل البيت راح تساعدك ان تسوين مقشر. هاي المواد هي شكر وزيت الزيتون وقطره الليمون. اما بشرتهم حساسه ما يستخدمون الليمون، نستخدمه مره بالاسبوع بطريقه فرك الوجه لمده 20 دقيقه على بشره ونغسله. وملاحظه مهمه، ما يصير تسوون تقشير ويا القناع الطني، لازم نفصل بينهم. الشيء الرابع وكلش مهم 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 مهم، قبل لا تنامين شيلي كل قطره مكياج على بشرتك، لان المكياج يدمر البشره ويسد المسامات. اشوفكم في موضوع جديد، في امان الله.